السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنى كلشي يكون بخير على خير في اطم الصحه والعافيه. تابعوني على هذا الفيديو لكمال هذا الفيديو اللي فات. مهم كما قلت لكم صايمين، الله يتقبل منا ومنكم اللي صايمين. هذا الفيديو ان شاء الله، الفيديو السابق كان جاني طويل. غندير معكم المعقوده المكنسيه على ما اظن. مكنسيه المعقوده كما كيقولوا لها. مهم راه كل منطقه كيديروها، كل واحد بطريقه ديالو. اليوم غنديروها معكم مكنسيه. الا غلطت في شي حاجه غمضوا عينيكم ودازوا. المهم الطريقه اللي كتجي زوينه بزاف. ولكن هاد النهار في هاد المعقوده، والله العلي العظيم يعني سبحان الله، كتكون عول على حاجه وكتصدق في حاجه اخرى. مهم على كل حال غنقولوا الحمد لله والشكر لله، الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. غتابعوني في هذا الروتين ديال هذا النهار، والمهم وغنشارك معكم اللي صايبتو باذن الله. يلا خليكم معايا وغنقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه مهم هنا، الا سمعتوا شي صوت ولا شي تحرحير، لقيتها حدايا قالت لك ما تبعدش مني. يعني واحد الطريقه عندها غريبه، خصها فاش تاكل تشبع، وهذه خصك جلسي تلعبي معها. محناتني من القميش والعضان وهذه، يعني راه بزز خلاتني باش ندير المونتاج لهذا الفيديو. سبحان الله، فاتا كتشبع عاد كتمشي تنعس. يعني عاودي الا مشات تنعس راه جا ما نوضها ساعتين ثلاثه. مهم دابا ما رشقت ليهاش تنعس، عييت ما ندير معاها مجهود وانا خصني نمونطي الفيديو. غير كنقول لكم ولا سمعتي شي حاجه راه هي معايا مونساني، والله العلي العظيم. سبحان الله، راه بحال بك ما بحال بنادم، مونساني فنيونه فنه. ولكن كنحس بحال كنعطيها تجاوبوني في التعاليق الله يحفظكم. كنعطيها الحوت وهكا شويه ديال الدجاج، لكن حسيت الماكله ما وافقتهاش، والله العلي العظيم. المهم بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي هنا غنصايب عصير. انني ما صورتش معكم جميع التفاصيل، عادي عصير ليمون او الفريز اللي كنتو شفتوا معايا في الفيديو السابق. ويعني كيعجبني بزاف الليمون مع العصير، بزاف بزاف بزاف. صافي عندي هاد مولينيكس كطحان مزيانه، درت اللي قسم الله وطحنتو، غنخويه في الغراف وغنحطو شويه في الثلاجه. وغندوز نصايبو المعقوده ديالنا اللي درت بطاطا خليتها تسلق. بالنسبه انا للمعقوده راه ما غنديرش شي كميه كبيره، ولا غنعطيكم العبار بديتاي، لا على حسب شنو كاين. يعني هاد الشي راه بزاف علينا. غتلاحظوا هنا درت بطاطا بيضاء وبيضاء حمراء، بطاطا حمراء والبيضاء. هادشي اللي كان عندي صغير. يعني عندي بطاطا كبيره وانا ما كنبغيش ديك البطاطا الكبيره نسلقها، كنسلق غير هاد الصغيره. المهم كما كتشوفوا هنا مازال سخونه. يعني بطاطا الصراحه الا بغيتي يعني تمعسيها وهكا تهرسيها مثلا، يعني خصكي تقشريها هي سخونه، ما تخليهاش تبرد. الا بردات راه ما كتبغيش تمعس. هذه غير التذكير والنصيحه فقط. المهم بالنسبه هنا غنمعسها هي الاولى، ولكن فاش غنديروا بها معقوده راه خصنا نخليوها تبرد. غندير لها التبزيره ديالها المسائل ديالها وغنخليها تبرد. في هذه المعقوده انا صايبت المعقوده. للاسف ما صورتش الطبله النهائيه، كيجيني مع الاذان سبحان الله كنزرب ما كنصورش، لان انا كنصايب المعقوده. وجاتني المعقوده من جهه اخرى، جابها الله، هادشي اللي غنقوله. مهم يومين حنا تناكلو فيها وذوقت شي حد معايا. او مهم بصحتنا وراحتنا. اللي عطى شي حاجه يلقاها في الجنه، واللي كلا شي حاجه بصحتو، واللي شحينا يسمح لنا حقكم في الجنه. هنا كنهرسها بهاد الاله، ولا العلي العظيم هاد اللعيبه زوينه. كنت خديتها ديال بلاستيك، ديال السيليكون، بلاستيك هكا نقولوا ماشي سيليكون لا. فاش جيت بركت عليها تقرضات ليا تهرست، ولكن خديت هذه ديال اينوكس زوينه، كتهرسها لك بواحد الطريقه فنه، ما كتخليها لكش محبه. وانا كما كتشوفوا هانا معاك لا هي راه سهله، وخا تشوفوا زعما الصوره كتمعسها دغيا وسهله بصراحه. عمليه. شحال هذه كندير فورشيت وندير هذه، لا هذه اللعيبه عمليه. هنا خليت بطاطا ديالي تبرد وغندوز ندير ليها الملحه. اصلا فاش سلقتها درت ليها الملحه، وجبت هنا واحد القياس ديال الدقيق. وهنا غندير شويه الخرقوم، شويه الابصار، شويه الثوم. يمكن ما بينتاش هنا الثومه عندي محكوك، غبره.
غير هو اللي نسيت قزبر ومعدنيس، كان عليا ندير بطاطا ولكن شي باش ما كان ماشي بالضروري. تحميره لي بزار. المهم غنخلط هاد الدقيق بهاد العطريه وشويه د الخميره وغنخليه يخمر واحد نص ساعه، يعني ماشي غير غتخلطوه غديروا فيه المعقوده، لا غنخليه واحد نص ساعه على ما يخمر. بالنسبه للبطاطا نتوما كيبقى لكم الاختيار، يعني شنو ديروا فيها. بالنسبه ليا كما قلت لكم نسيت القزبر ومعدنوس مع كنت زربانه في هذا الفيديو راه تتمت الفيديو السابق اللي كنت صايبت فيه البيتزا وصايبت العصير وصايبت الحريره، يعني كان عندي الوقت قليل ماشي بزاف، هذاك الشيء علاش زربت. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، واللي وصلت لهنا كنقول لكم اخواتي اخوتي الله يحفظكم والله ينصركم. اللي وصلت لهنا دير واحد جيم، وفي نفس الوقت اكتبوا تعاليق بزاف تعاليق هما يعني بهم يوتيوب كتحسب ان فيديو فيه تفاعل. وكما العادة إن شاء الله اللايف غيكون الجمعة بإذن الله مع 8:30 والاثنين بإذن الله. غير هي واحد الحاجة غنحاول نحيد اللايف واحد مرة في السيمانة، ولكن خصني تنستشر مع المدير اللي خدام معايا بإذن الله، لأن اللايف 2 مرات في السيمانة راه ماشي سهل ومهم، وحتى التفاعل ما كاينش بزاف. المهم بعد ما جمعتها درت ليها العطريه، دخلت فيها العطريه، وهنايا ما درت ليهاش التحميره. بالنسبه للبطاطا بصراحه ما درت ليهاش العطريه كما درت في الطحين، لا درت ليها غير الابزار والملحه والكمون. كان عليا ندير تاع الربيع ولكن للاسف ما درتوش، نسيتو اخر لحظه تجمعتها عاد فكرت قلت نحلها كامله، عكس يعني خصني ندوزها في الزيت نقليها. غير هي بطاطا المعقوده انا ما كنديرهاش ديما، مره مره، لان هي كتشرب الزيت بصراحه، كتاخذ الزيت بزاف. واللي عنده شي طريقه يقول لي لا راه كاينه شي طريقه ما كتشرب كتاخذ الزيت بصراحه. وكتعجبني هكا في الصيام، كتعجب راجلي ولا انا في الصيام. انا بصراحه تشهيتها مع الباكيت، ولكن هاد العشيه كان الوقت مشى عليا باش نمشي نجيب الباكيت، اللي بقات حتى الغدا عاد جبت الباكيت وبها فطرت. عندهم كما كتشوفوا جمعتها كامله. حنا دزت المقله درت شويه الزيت، ولكن الزيت راه غنزيد. هاد العافيه كانت مهيله، يعني هنا غندوز نقليها بعد ما ان الطحين ديالي العجينه يعني هكا كما كتشوفوا سائله خمرات ليا، وما كترتش فيها التحميره بزاف. انا كنشوف في الزنقه كيكثروا فيها التحميره بزاف كتولي حمراء، انا من غير التحميره شكيت كيديروا شي حاجه اخرى لان حمراء بزاف. جابها راجلي وحمراء بزاف، يعني هذاك الشيء ما يمكنش غير التحميره راه حتى حنا يمكن عندهم شي سائل كيديروه. ولا هنا كنخدم بجوج فراشط، يعني وحده غنقلب بها وحده، ولكن ما ديش على التصوير. والله العلي العظيم راكم عارفين بنادم صايم وفينا الجوع ما نكذبوش على الله راه. لانني ما كنتسحرش ملي كنفطر حتى الغدا الفطور، راه ما كنتسحرش نهائيا، غير الا كليت شي حاجه خفيفه قبل 10. يعني فاش كتوصل 10 ما خصنيش ناكل، ديما كنت كنخاف من المعده واخا ما كضرنيش، ديما دايره اتونسيون منها. وهادشي اللي كاين كما قلت لكم. قبلوا على هذا الفيديو وبارطاجيو الى جات على خاطركم، وشكرا لكم الله يخطيكم، والله يتقبل منا الصيام، ويا ربي تعيننا، يا ربي تعيننا. هنا كانت العافيه عندي مهيله صراحه، النصيحه اللي نعطيكم العافيه شويه كان مجهده، يعني انا كانت عندي العافيه مهيله لان عاد قلبت المقله للجهه الاخرى. هنا ما عرفت شنو درت، خليت الكاميرا يمكن خدامه ودا في المونتاج ما قطعتش، ومشيت يمكن كنقضي شي امور اخرى لان كنت كنعمر اتاي. شهيت اتاي مع كنصومو ما تناكلوش ما تنشربوش اتاي بزاف، وقلت شهيت هاد النهار اتاي، درت حتى بريري اتاي. ما صورتش كلشي لانكم عارفين يد وحده كنصور كلشي مني. كما كتشوفوا هنا حتى تحمروا قلبتهم ما جاونيش مرحومه كما قلت لكم، ما كثرتش التحميره، ولا الا هما ديال الزنقه كيديروا شي حاجه اخرى الله اعلم. اي والله الحاجه اللي كتصايبيها في دارك والله الا نصيحه، الحاجه اللي كنصايبو في الدار لا علاقه، ولكن اللي ما عندهاش يعني الوقت والظروف ديالها ما كتسمحش ان طيب في الدار، راه كتكون مضطره
انها تجيب من برا، كتكون مضطرة. ولكن بالنسبة لوحدة جالسة في الدار بحالي، يعني راه اي حاجة. وخصوصا هنا الامهات اللي عندهم الوليدات، الامهات كنصحوكم والله العلي العظيم نصيحة من القلب، ان حاولوا ما امكن تصايبوا بزاف الحوايج لوليداتكم في الدار. راه ما كاين ما احسن الماكله الدار، عارفه شنو درتي فيها. مهم هنا راه كنهضر في التليفون. هنا درت هاد البيض يتسلق. مهم هنا راه كنهضر في التليفون كما كتشوفوا. عندي التليفون وفي نفس الوقت يدي هنا ويدي لهيه. على كل حال كنديروا الخاطر هنا وهنا وهنا. اللي غيقولوا لي حتى التليفون، لا كيكونوا ناس ما يمكنش تقطع عليهم التليفون. كندير قدر المستطاع وربي عيني وربي يعطيني القوة من عنده. هنا غنكون هذا هو نهاية الفيديو. كنحاول ما نصورش معكم الطولة النهائية، مهم لان التصوير بزاف. ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديال هذا النهار كما جاكم. قبلوا عليه وفي نفس الوقت نبغي آرائكم وتعقيباتكم. يعني واش المعقودة اليوم راه نسيت فيها شي حوايج قلتها لكم في الأول، ولكن على كل حال جات زويونة ما شاء الله كلينة. كتعجبني بصراحة، كتعجبني بهذه الطريقة. وخصوصا قلت لكم مع